حرفيا دي أحلى صينية فراخ بالبطاطس ممكن تعمله، والسر كله في التتبيلة المميزة اللي بتخلي الفراخ تطلع طرية ومليانة طعم، والبطاطس متحمرة واخدة من التتبيلة، مش هتشبعوا من أكلها وأولادكم هيطلبوها على طول. يلا بينا نعمل أحلى صينية فراخ بالبطاطس. بس في الأول ياريت تعملوا لايك للفيديو وشير وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. يلا بينا نبدأ. في الأول هنقول بسم الله. معايا كيلو من البطاطس، هنقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. بعد ما قطعت البطاطس هقطع البصل، معايا بصلتين وسط، هقطعهم زي ما انتوا شايفين حلقات. معايا حباية واحدة من الفلفل الكوبي. في صينية هحط الخضار كله على بعض، هبدأ أحضر تتبيلة الفراخ. في الأول هنضيف علبة زبادي، معلقتين من الكاري، معلقتين بابريكا، نص معلقة قرفة، معلقة جنزبيل، بهارات فراخ، معلقة فلفل أسود، وأربع معالق ملح، نص معلقة كبيرة توم، معلقة صلصة كبيرة. طبعا المعلقة اللي أنا حاطط بيها البهارات معلقة صغيرة. نضيف معلقتين كبار من الخل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة زبدة كبيرة طرية. هنبدأ نخلط المكونات كلها مع بعض، وهنا سر التتبيلة دي في معلقة الزبدة والكاري. وهنا عندي 5 أوراق غسلتهم كويس جدا ونقعتهم في محلول ملح وليمون. هبدأ الأول أفتح فيهم بالسكينة عشان التتبيلة تدخل في كل حتة في الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فتحتهم كلهم هنبدأ نجيب التتبيلة وأدعك بيها الفراخ كويس جدا عشان كل حتة في الفراخ تتبل. بعد ما تبلتها كويس جدا ممكن تدخلوها التلاجة، سيبوها ساعتين في التتبيلة على الأقل. هجيب صينية الخضار وأديها معلقتين من التتبيلة وأقلبهم فيها، وهنبدأ نرص الفراخ على الوش زي ما انتوا شايفين. هنغطيها وندخلها الفرن في الأرضية. بعد ساعة نرفع الغطا ونسيبها نص ساعة كمان، وبعد كده نفتح الشواية. قبل ما بحطها تحت الشواية دهنتها بمعلقة صويا صوص ومعلقة صلصة. شايفين الجمال؟ جربوها ودولي. لو جربتوا الطريقة دي هتعتمدوها على طول، ولو جربتوها قولولي عجبتكم ولا لأ. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.